حاجة يا ماما. انا برضو اللي بنكد عليك وطفشك من البيت. ماما ما تنسيش ترفيلي الفستان الكحلي، قلت لك 100 مره، مش عاوزه اقول لك 200 مره يا ماما. هترجعي تلاقيه مرفي. حاضر، يكتب لك في كل خطوه سلامه يا سناء يا بنتي. صباح الخير. يسعد صباحك يا بنتي. خير؟ ما تاخذنيش يا ست خديجه، الشغاله اللي عند ست مرزوقه اتصلت بالتليفون دلوقتي. مالها يا بنتي؟ بتقول ان ستها تعبانه ونفسها تشوف. لا يا اختي، الف بعد الشر يا ندامه، ده عشره العمر كله. لا ده انا هسيب اللي في ايديا واروح لها حال. يا اختي الشر بره وبعيد. مالك يا حبيبتي؟ والله يا اختي حاسة كده زي ما يكون. لا يا اختي ما تقوليش الكلام ده. وحياتك يا حبيبتي قلت اشوفك شوية قبل ما من عارف يمكن ما نتقابلش تاني. شر بره وبعيد، ما تقوليش كده امال. ده بس يمكن نفس ولا شويه برد. والنبي ده انا معايا اسبرينا من بتوع سعطيه، اعمل لك عليها شويه شاي تشربيها ترد فيك الروح وتفرفشي. ان شاء الله مع دمك يا اختي. وازاي سعطية؟ بخير يا حبيبتي، تسلمي. واللي ولاد بعافيه يا اختي، بوسوا ايديكي، اهم راحوا المدارس. هلبت يا اختي ما هم تعبينك. لا والنبي ابدا. ابدا ابدا. ازاي انت جبت شغالة يا اختي؟ ولزومها ايه يا اختي الشغاله؟ اهي ماشيه والحمد لله. يعني بتعملي كل شغل البيت لوحدك؟ بغسل وانفض واخيط الهدوم المقطعه وامسح الشقه وانضف الابواب، وبعدين اطبخ واحضر للافندي ولولاد الاكل واغسل الصحون وانضف المطبخ واعمل كل حاجه. يا اختي وما بتحسيش بتعب؟ لا والنبي، مجرد مشرب فنجان القهوه بتاع العصري مع ساعتيه لما يقوم بالسلامه من النوم ويولع لي السيجاره بايده احس ان انا رجعت شابه سن 20 سنه. يعني وما فيش حد بيساعدك من الولاد؟ يا ندامة، حد يساعدني من الولاد؟ طب وحياة غلاوتك عندي لو كنت اقدر اساعد حد منهم في شغل